السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. يا رب يجعل صباحكم خير ورحمة ومغفرة لينا والأمة الإسلامية جميعا. أعمل معاكم النهاردة فيديو جديد، يعني حاجة جميلة جدا جدا، سهلة وموجودة في كل بيت طبعا. هي عامة مفيش حد يعني الحمد لله رب العالمين، مهما كانت الظروف تبقى صعبة الحمد لله رب العالمين. ربنا دايما بيبقى خيره كتير في رمضان، بيبقى ربنا مكتر من خيراته. كل مقادير موجودة بتبقى في البيت وسهلة جدا. عامة البيت بيبقى يعني اللبن بيبقى موجود والرز وكل حاجة بتبقى موجودة، حتى الفراخ بيبقى الواحد جايبها وحاططها قبلها في الفريزر. فطبعا تعالي نبدأ كده ونسمي بسم الله. ومعايا طبعا غسلة كيلو رز، شايفين كده. نحط عليه حبة فلفل اسود كده، معلقة ملح كده، حبة زيت، نقلبهم كده كويس. الرز طبعا انا كنت غسلاه. نحط بقى معلقة السمنة البلد او اي نوع عندك، زبدة او سمنة كده بالظبط اهي. نعمل عليهم بقى نصب عليهم اللبن كده. اللبن يبقى سخن، يعني الكيلو ممكن احط له بقى كيلو الا ربع لبن، والباقي ميه، عشان الميه طبعا تخليه يبقى مع اللبن، تخليه يبقى طري اهي. شايفين احطها بقى معلقه قشطه كده على الوش. طبعا كنت حطاها عندي في الفريزر، يعني من وقت للتاني كده باخد وش اللبن واحطه كده في اكياس. طلعتها كده، سبتها كده فكت بس كده. الزيت بقى بيخليه مفلفل، السمنه بتدي طعم جميل جدا، والقشطه بتدي وش وطعم حلو قوي قوي قوي. طبعا انا مسخنه البوتاجاز او مشغله الفرن البوتاجاز، فطبعا احطه جوه الفرن البوتاجاز. خرطت كده بتاع 3 بصلات كده زي ما شايفين كده كبار. احط كده الملح، توابل الفراخ. هنعمل بقى فراخ او بصل المكرمل، هتبقى كلها مع بعض كده مكرمله. نحط كده معلقه 7 بهارات كده مع توابل الفراخ، تخلي الريحه تحفه. لان ال7 بهارات دي جميله جدا جدا، عجبانه قوي، يعني ريحتها حلوه قوي قوي قوي. حط بقى بودر الزعفران كده اهي. بس تدينا اللون الجميل جدا. طبعا بقى الفراخ غسلها كويس جدا بالملح والخل، شايفين كده. نعمل بقى ايدينا كده،
بس تاخد اللون بتاعها. كده برضه كده. وندهنها كلها كده. انا بقى ايه يعني استغلت كده، قلت اما احط ايه، لقيت عندي كوستين كده او 2 كوسه وبطاطستين، فروحت طبعا ايه خرطتهم حطيتهم كده معاها. هتدينا طبعا طعم برضو جميل، يعني ياخدوا الطعم والريحه والتوابل اللي مع الفراخ تبقى حلوه قوي. طبعا ورق فريسكاز ده كده مش هنحط ماده دهنيه خالص، لان الفراخ هتنزل الماده الدهنيه اللي فيها. ورق الفريسكاز كده عايزه ورقه فوق، ورقه فوين كده مش فريسكاز معلش. زي كده بالظبط. ونحطها بقى في الايه في الفرن. طبعا حطيت حله فيها معلقه سمنه كده. وطلعت طبعا طاجن الرز المعمر جميل جدا جدا. طعمه يعني ريحته حلوه جدا بجد، ريحته حلوه قوي قوي قوي. ولونه كده جميل قوي. وحاطه طبعا معايا حبه فاصوليا. الفاصوليا دي الفاصوليا انا بحب الواحد يعني عامه لما احب اعمل فاصوليا ببلها قبلها بثلاث ساعات او ساعتين بميه دافيه، بتبقى الشكل ده كده، بتبقى جميله جدا جدا. يا دوب بقى بليتها وسبتها لما عملت كده وقايده عليها نفشت كده يعني. طبعا وانا قايده عليها ومشغله عليها النار، فطبعا هتستوي وهطفي ايه عليها. طبعا اكون انا قليت التلايه دي كده. انزل بالبصلايه. البصلايه طبعا يعني تدبل معانا كده او تشوحها مع شويه ويكون الفاصوليا استوت. طبعا من البصله طبعا تشوح معانا، اعمل حبه العصير الفراوله اللي احنا مفرزينها طبعا مع بعض. مفرزاها حمراء وجميله ازاي، طالعه جميله جدا جدا. حط لها بس حبه ميه، والسكر ده طبعا ده حاجه يعني على حسب ما انتوا حابين. انا هحط لها طبعا ايه كوبايه سكر، مج كده صغير. شرحت معانا البصله، انزل بقى بالطماطم كده. نحط عصير الطماطم، وكنت حاطه طبعا فيها حبه فلفل اسود. نحط بقى الايه الملح، نخلي بالنا بالملح كده معلقه صغيره يعني حبه صغيرين اهو. طبعا عشان دي حبه فاصوليا صغيرين مش هنقط ايه يعني ما نزودش الملح. ما تبقى دلع يعني ما تبقاش ايه، ما تبقى دلع احسن ما تكون حادقه. ملح زياده يعني تكون ملحها ناقص احسن ما تطلع حادقه. يبقى انت تظبطي فيها بعد الفطار. طبعا الطاسه فيها حبه زيت فايه بصلايه كده. السبيكه التسبيكه معانا. ننزل بالايه بالفاصوليا كده، واسيبها ايه يعني تشرب شويه متقله. بعد كده هزودها ميه، انا اخلي بالي منها كده، او ازودها ميه او شوربه اللي عندك اغطيها كده. لحمه بقى مفرومه كده، ربع كيلو كده لحمه مفرومه، ل 250 جرام.
حابب بقى معلقه كده سبع بهارات كده، معلقه صغيره كده. سبع بهارات دي جميله جدا. بتقلل من نص معلقه ملح ونقلبها كده شويه ونرفع عليها. خلاص كده انا هطفي بقى عليها. مكعب بقى مرق دجاج كده، حبة كزبرة، كمون كده، السبع بهارات كده معلقة كده. خلاص كده كده ونقلبها كده كويس ونسيبها كده دقيقتين 3 وبعد كده ايه نطفي عليها. معايا بقى لفة جلاش زي كده وصينية مربعة، ادهنها كده ايه زيت كده زي شاي كده اهي. وندهن بقى الايه كده الجلاش، ونعمل بقى يعني كام ورقة كده 3 كده. بص ورقتين او ورقتين اهم دي عادي كده. طبعا كل ورقة كبيرة نعمل ايه نتنيها زي كده كده عادي اهي. احنا حطينا اول ورقة سليمة وندهن كده الحروف برضو هكذا كده ندهن، ولحد ما نعمل طبعا كذا طبقة كذا طبقة كده مع بعض تانيتها اهي يبقى كده. شايفين كده وننزل كده باللحمة المفرومة ونفردها حطيت بقى على اللحمة المفرومة طبعا طبقتين تاني للورق طبعا متني كده. انزل بالايه الجزر زي ما شايفين زي كده، ونعمل عليها ايه الطبقات التانية ندهن كده نعمل انا هتنيها زي كده تاني يعني كده. طبعا لو صينية اكبر من كده ماشي يعني الورقة نتنيها زي كده اهي. اي زيادات عادي ده كده مش فيش اي حاجة خالص، تقوم دهنيها. وناخد بقى طبعا الطبقة التانية كده
عادي لو قطعت معانا كان مشيت معانا عادي. دي بقى قطعنا زي كده كده. بيضة كده وكوباية لبن وحبة فلفل اسود، ونعمل كده وسنة ملح كده صغيرة. نرشهم كده عادي، ونحطها في الفرن. زي شايف كده انا خلصت الاكل. ادي صينيه الجلاش والسلطه اهي، خلطت. وادي الرز المعمر، وادي الفاصوليا، وادي البطاطس اللي هي بالكاري جميل او بالزعفران، برز الزعفران، وادي العصير فراوله على جوافه. كده انا خلاص خلصت. فالاكل او الفطار معاهم. فدي طبعا اول عزومه للثلاث افراد مننا وعلينا بتوعتنا، محدش غريب. بفرخه واحده. فيا رب يكون عجبكم. متنسوش اللايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ودايما اقول لكم اسيبكم في رعايه الله، ومتنسوش تذكروا الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.